الحيث والعين وعلاقتهما بالمبشرين الغربيين. أثر كادو القوش بين فترة وأخرى، وعند أي نقاش لغوي بين المختصين واللا مختصين باللغة، إن كان بلقاء مباشر أو على مواقع التواصل الاجتماعي، أغلب الأحيان ما يكون النقاش والذي يتحول إلى جدال على لفظة حرف الحرف الثامن من الأبجدية السريانية، وحرف العين 15 من الأبجدية، فيقول طرف بأنه يلفظ الأول ليجادله الطرف الآخر بأنه يلفظ أو أن لفظ و لن تكونا موجودتين يوما بكلامنا، بل إن المبشرين الكاثوليك الغربيين قد أدخلوهما في كنائسنا بعد اتباع الأكثرية من مناطق شعبنا، وخصوصا في سهل نينوى المذهب الكاثوليكي. وهنا أود طرح هذه النقطة بالذات وتفنيدها، والإثبات بأن لفظتي و كانتا دائما موجودتين في لغتنا، وبالتأكيد قبل قدوم المبشرين وخلال الفترة التي كانت كنيسة المشرق واحدة. إن الكثير من المصادر التاريخية واللغوية المختصة باللغة الأكدية تقول بأن اللغة الأكدية لم تكن فيها لفظة و أي الأصوات الحلقية، ولكن هذا لا يثبت بأن شعبنا لم يلفظ نهائيا الأصوات الحلقية، إن كان في فترة كتابته بالكتابة المسمارية أو بعد اختراعه وتبنيه اللغة الآرامية للكتابة، وبعدها اعتمادها كلغة أدبية وعلمية منذ القرون الأولى من الألفية الأخيرة قبل الميلاد. إن موضوع المقال قد كان في بالي لفترة كافية لليوم، وبما أننا لا نستطيع العودة بالزمن إلى قبل قرون لمعرفة ما إذا كانتا هاتين اللفظتين و موجودتين عند آباؤنا، فالكتابات باللغة السريانية الفصحى هي نفسها وتكتب بنفس الأحرف، إلا أن لفظه يختلف بين لهجة وأخرى، إلى أن جاء في بالي نقطة قد تحدثنا بها قبل فترة أنا والأستاذ روني بيث يوألاها، وهي دوركياث، والتي هي مشروع بحثه للدكتوراه. وتلك الكتابات حسب علمي هي الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها في معرفة آلية كتابة النطق، مع معرفة بأن الكتابات المكتوبة بلهجة القوش عند آبائنا كانت تعتمد حرف الكاف الملين عند الرغبة في كتابة لفظة، حتى لو كان تكوين الكلمة باللغة السريانية الفصحى بحرف الحيث، كما وأنهم كانوا يكتبون بدلا من في الكلمات التي نلفظ فيها العين كهمزة، وتكتب في الكلمات التي تلفظ في الكلمة، غير معتمدين على الجذر القواعدي للغة السريانية الفصحى. وسنأتي إلى شرح هذه النقطة بالأمثلة بعد الدخول في تفاصيل قصيدة من دوركياثا. دوركياثا وهي أشعار مكتوبة بالعامية وليست بالسريانية الفصحى، وتعتبر بحسب البحوث أولى الكتابات بلهجات اللغة السريانية، وقد بدأت منذ 4 إلى 5 قرون مضت. اعتمدت في مقالي هذا على مخطوطة أرسلها لي مشكورا الأستاذ روني بيث يوألها، وهي إحدى القصائد دوركثا التي كتبها إسرائيل ربا شكوانا رابي رابا، أحد الأوليين الذين كتبوا هذا النوع من القصائد. ونسخة هذه المخطوطة مأخوذة من مخطوطات مكتبة برلين، ومنسوخة في القرن 19 الميلادي بيد ساخوس 223 من مخطوطة لإسرائيل شكوانا 1541 إلى 1611 زائد. وكما هو معروف بأنه في تلك الفترة لم يكن هناك مبشرون ولا كنيسة كاثوليكية في القوش، بل كانت بطريركية كنيسة المشرق في القوش. وهنا نرفق لكم جزءا من المخطوطة. لفظة الحاء، نرى بأن الكلمة الأولى من السطر الأول دفزيل، رغم أن أصل الكلمة بالسريانية هو حزة أي بحرف الحيث، ولكن الكاتب قد كتبها بالكاف، وذلك ليميز لفظ الحرف ويؤكد بأن لفظه هو وفي كلمة أخرى كما موضح في السطر الثاني الكلمة الثالثة فإنه يكتبها كما هو أصلها السرياني حبيو بحرف الحيث، دلالة على لفظة ليبين للقارئ بأن في لهجة القوش نقول حبيو وليس خبيو، ويكرر ذلك في السطر التاسع مرتين كمحاس، وكذلك في باقي صفحات المخطوطة بالنسبة للكلمات التي تلفظ في لهجة القوش بلفظة
ولكنني أرفقت فقط صفحة واحدة كدليل فقط. وهناك الكثير من الكلمات التي ما زلنا نستخدمها اليوم بنفس اللفظ، وأخرى نلفظها رغم أن جذرها بالسريانية هو الحيث. وقد يكون لي مقال أو بحث آخر لسبب التفرقة باللفظ بين الكلمات، لأنني لم أجد مصدرا أعتمد عليه، وفي نفس الوقت بعض الكلمات استغرب من لفظها، فهي من نفس الجذر وتستعمل في نفس المعنى أو بمعنى مرادف، ولكننا نلفظها في مكان معين وفي مكان آخر. وأمثلة على ذلك: 1. مشحات زيت بمعنى زيت الزيتون. وأيضا نقول لزيت الطبخ أو الدهن مشخة، وهما بنفس المعنى تماما ومن نفس الجذر. 2. شطاحة بمعنى التمدد أو الفرش، وتستعمل للشخص، ومن نفس الجذر نقول شطاخا جل بمعنى نشر أو فرش الملابس أو أي مادة أخرى بعد تبليلها، وهما بنفس المعنى أيضا. 3. وحتى في نفس الجملة وبنفس المعنى، كما في الصلاة الربانية باللهجة العامية. الحيث تلفظ كالتالي: شوق طالا ناها واختياثا ديخدش وقلا هم أخني لآني دحطي لي إلم. والتي هي بمعنى اغفر لنا خطايينا كما نحن أيضا غفرنا للذين أخطأوا إلينا. أي إن الكلمتين هما بنفس المعنى تماما وفي نفس الجملة، إلا أنه في طياثنة خطايينا تلفظ وفي كلمة حطيليه أخطأك نلفظها حرف العين. نرى في السطر الخامس من المخطوطة الكلمة الأولى إوذلي بمعنى فعل، والتي جذرها بالسريانية عوذ، ولكن في السطر الثامن نجد الكلمتين الثانية والثالثة ولعالم عاله، والتي تعني وللأبد فعله، فالكلمتان تحتويان حرف العين. أي إنه منذ حينها وإلى اليوم نلفظ حرف ال في بعض الكلمات، وكلمات أخرى التي جذرها السرياني بالعين إما تلفظ بالألف كهمزة أو لتلفظ مثل أرى، والتي أصلها أرع الأرض. كما ذكرت فإنني لم أفهم هذا الاختلاف بعد، ولكنني في صدد البحث عن نقاط مترابطة قد تبين سببه، وأتمنى أن أرى بحثا آخر من قبل أحد باحثين الأعزاء يطرح هذا الموضوع ليكتشف سبب الفرق. ولكن ومما وضحناه أعلاه فإنه يؤكد بأن لفظتي و لم تجلب إلينا لا من قبل المبشرين ولا غيرهم، ولا علاقة لهما بهم، بل هما أصليتان وتعودان إلى أكثر من 5 قرون، كما هو موثق في مخطوطة إسرائيل ربا وغيرها الذي عاش في القرن ال16 الميلادي. كما أن هاتين اللفظتين لا علاقة لهما بالكلمات الدينية أو اللاهوتية، كما يثبت لنا المثال الثالث أعلاه، ففي اللفظتين هناك نفس المعنى، وهي في الصلاة الربانية، ولو كانت لفظة دينية لكانت الاثنتان تلفظان حاء، وليس إحداهما حاء والأخرى خاء. في الختام أود أن أوضح للقارئ الكريم بأن لفظة أو هي غنى للغتنا العريقة، والاختلاف في لهجاتنا هو جمال لغوي لا يملكه أكثر شعوب العالم، ويدل على عراقة هذه اللغة. فمن المنطقي أن تكون هناك لهجات ولكنات مختلفة بين آلاف القرى الناطقة باللغة التي لها أكثر من 5000 سنة، ولو لم تكن هذه الاختلافات في لهجاتنا لدل ذلك على أننا شعب متأخر ولا نعرف التطور. لذلك لنحب لهجاتنا واختلاف ألفاظها، فجميعها لنا ونحن منها، وهي من أقدم وأعظم اللغات التي خلقها البشر والذين هم أجدادنا. فلنحب ما نملكه أكثر مما نحب ما يملكه غيرنا، فهو جوهرة لا يمكن أن يمتلكها غيرنا، ولنحافظ عليها للأجيال القادمة. لننبذ كل من يحاول التفرقة باللهجات أو الطائفة أو المنطقة أو الاسم، فمن يحاول التفرقة ليس منا، فنعلمه بذلك بنبذه وإيقافه عند حده، كون من يفرق هو أجرم المجرمين، وعلى كل واع من أبناء شعبنا أن يعرف خطورة هذه الجريمة ويوقفها عند حدها. أتمنى أن ينال هذا المقال إعجابكم، وعسى أن يوصل لكم معلومة مفيدة. مع أجمل التحايا، أثرى كادو.